قبل ما نبدأ الفيديو بفكركم انكم تدعوا لفلسطين ان ربنا ينصرهم. مدينة المحلة الكبرى واحدة من أكبر المدن في مصر، وفيها ناديين من أكبر الأندية جماهيريا في مصر، ومشهورة بأكلة غريبة شوية. مدينة المحلة تعتبر رابع أكتر مدينة فيها آثار إسلامية في مصر بعد القاهرة ورشيد وفوة. هنشوف كل ده مع بعض النهاردة في جولة سريعة في مدينة المحلة. يومنا النهاردة قصير شوية للأسف، وصلنا بعد العصر. أول حاجة رحنا عشان نشوف استاد غزل المحلة. قبل ما نخش الاستاد عدينا على واحد من أشهر معالم مدينة المحلة ومحافظة الغربية كلها، وهي ساعة شركة غزل المحلة. الساعة دي بناها الإنجليز سنة 1947، يعني الساعة دي أقدم من الاحتلال الإسرائيلي، وتعتبر تاني أقدم ساعة في العالم بعد ساعة بيج بن، وارتفاعها 103 متر، يعني أعلى من ساعة بيج بن ب7 متر تقريبا. في حاجة مميزة في الساعة دي إنها بترن كل ربع ساعة. دخلنا الاستاد وكان حظنا حلو ان كان في تدريب وقتها لغزل المحلة، وكان ناس كتير من الجمهور حاضرين التدريب في الملعب. والاجواء كانت لذيذة. خلصنا الاستاد وتمشينا شوية في شوارع قديمة مليانة جوامع. يقال ان مدينة المحلة فيها 240 مسجد. رحنا نصلي المغرب في واحد من اقدم واجمل المساجد في مدينة المحلة، وهو مسجد المتولي الكبير. مسجد المتولي اتبنى سنة 813 هجريا، يعني من أكتر من 600 سنة، ويقال إنه أكبر مسجد في الدلتا كلها. ريحنا شوية في المسجد، بعد كده رحنا عشان نجرب واحدة من الأكلات المشهورة في المحلة، وهي سندوتش المكرونة. في مطاعم كتير في المحلة بتعمله، بس الناس قالوا لنا إن أحسن واحد بيعمله اسمه على الله. رحنا بعد كده نتمشى شوية في منطقة جميلة مليانة محلات ومطاعم، وهي منطقة شكري القواتلي، وجبنا العصير اللي مصر كلها بتدور عليه دلوقتي. للأسف خلصت لفتنا النهاردة. ياريت اللي بيشوف الفيديو من المحلة يقول لنا في الكومنتات أماكن ممكن نشوفها المرة الجاية، عشان أكيد المحلة فيها أماكن أكتر من كده بكتير، ولكن وقتنا النهاردة كان ضيق. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك، واشوفكم الفيديو الجاي من مكان جديد.